إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر عام 2024. كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم بعد ذلك تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان: هل سنرى تحالفا جديدا ضد أثيوبيا في منطقة القرن الإفريقي؟ وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار، أبتدئها بالعناوين. الرئيس الإريتري يجري مباحثات مع الرئيس الصومالي على هامش قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي في بكين. وزارة خارجية الحوثي تتهم إريتريا بقتل صياد يمني في المياه الإقليمية. والرئيس الصيني يتعهد بزيادة الدعم الصيني للقارة الإفريقية بأكثر من 50 مليار دولار. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. أفادت وسائل إعلام صومالية بأن رئيسي إريتريا والصومال عقدا اجتماعا ناقشا فيه التوترات الحالية على خلفية الصراع بين أثيوبيا والصومال، والذي يهدد بالتأثير على منطقة القرن الإفريقي، وذلك أثناء لقائهما على هامش منتدى التعاون الصيني الإفريقي المنعقد في بكين بالصين في الفترة من 4 وحتى 10 سبتمبر الجاري. تجدر الإشارة إلى أنه بموجب اتفاقية تعاون عسكري وقعتها الصومال مع مصر سمحت للقوات المصرية بدخول أراضيها وبحارها على خلفية النزاع مع أثيوبيا، وهو ما اعتبرته أثيوبيا أنه يرقى إلى مستوى تدخل خارجي، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستظل تراقب الوضع عن كثب. ويقول محللون عسكريون إن الغرض من دخول الجيش المصري إلى الصومال هو مساعدة الجيش الصومالي في التدريب والتسليح، لكنه قد يقوم أيضا بتحركات تهدد أثيوبيا. هذا وتقوم مصر وإريتريا بتدريب حوالي 6000 جندي صومالي. وتشير الحكومة الصومالية التي تطالب بانسحاب حوالي 10,000 جندي أثيوبي من قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال بنهاية العام إلى أنها تريد بديلا من مصر أو ما يسمى بالدول الشريكة. ولمزيد من إلقاء الضوء حول هذا الموضوع مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث. قالت وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للحوثيين في اليمن إن إريتريا تمارس انتهاكات مستمرة بحق الصيادين اليمنيين، متهمة القوات الإريترية بإطلاق النار على صياد يمني يدعى سعيد علي عبدو غفاري وقتله داخل المياه الإقليمية اليمنية في 22 من أغسطس الماضي. وذكر البيان بأن إريتريا تعتقل الصيادين اليمنيين بشكل تعسفي وفي ظروف غير إنسانية ولفترات طويلة، ومصادرة قواربهم وتهديد حياتهم. وأضاف بيان وزارة خارجية جماعة الحوثي أن إريتريا تنتهك بشكل دائم حكم هيئة التحكيم الدولية الذي ينظم عملية الصيد التقليدي بين البلدين. ودعا البيان إريتريا إلى احترام حقوق الجوار وحكم هيئة التحكيم، وحثها على عدم التعرض للصيادين اليمنيين أثناء ممارسة ما أسمته حقهم الطبيعي والتاريخي في الصيد التقليدي. هذا وسبق أن تنازعت إريتريا واليمن على جزر أرخبيل حنيش في البحر الأحمر قبل أن تفصل محكمة تحكيم دولية بين الدولتين في العام 1998. تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الخميس بزيادة دعم الصين للقارة الإفريقية الأسرع نموا في العالم بتمويل يبلغ نحو 51 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
كما تعهد بدعم المزيد من مبادرات البنية الأساسية وخلق ما لا يقل عن 1,000,000 فرصة عمل. وقال شي جين بينغ في كلمته في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي الذي حضره وفود أكثر من 50 دولة إفريقية إن الصين ستنفذ 30 مشروعا للبنية التحتية الأساسية في أنحاء القارة الإفريقية، وستقدم مساعدات مالية بقيمة 50 مليار و700 مليون دولار. وأشار الرئيس الصيني إلى أن أكثر من نصف هذا المبلغ سيكون قروضا، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كمساعدات و10 مليار دولار من خلال تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار. وأضاف أن بكين مستعدة لتعزيز التعاون مع إفريقيا في مجالات الصناعة والزراعة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار. ودعا الرئيس الصيني إلى شبكة بين الصين وإفريقيا تتضمن روابط برية وبحرية وتطويرا منسقا، كما طلب من الشركات الصينية العودة إلى القارة الإفريقية بعد رفع قيود كوفيد-19 التي عطلت خططها. ومنتدى التعاون الصيني الإفريقي هو أكبر اجتماع دبلوماسي تستضيفه بكين منذ جائحة كورونا، ويحضره أكثر من 50 قائدا إفريقيا بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش وفق ما ذكر الإعلام الحكومي الصيني. وحصل القادة الأفارقة خلاله على مجموعة كبيرة من الصفقات هذا الأسبوع من شأنها زيادة التعاون في مجالات مختلفة منها البنية التحتية والزراعة والتعدين والتجارة والطاقة. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم، وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام، كما أشرنا في مستهل البرنامج تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان: هل سنرى تحالفا جديدا ضد أثيوبيا في القرن الإفريقي؟ نرجو لكم طيب المتابعة. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج تعليق على حدث. تابعنا جميعا أو بعضنا في الآونة الأخيرة تطورات الأزمة الصومالية الأثيوبية المصرية والإريترية أيضا خلال الأشهر الماضية، وإن كانت العلاقة الإريترية الأثيوبية أخذت منحا مختلفا منذ اتفاقية السلام الأثيوبية في بريتوريا في نوفمبر من العام 2022، وذلك على إثر استبعاد إريتريا من أروقة محادثات الاتفاقية ومن ثم التوقيع عليها، بل ومطالبتها بالكف عن التدخل في الشأن الأثيوبي وسحب قواتها من الأراضي الأثيوبية. إلا أن إرهاصات الخلافات الإريترية الأثيوبية ظلت طي الكتمان ولم تظهر للعيان إلا من خلال بعض التصريحات الاستفزازية من أبي أحمد وبعض القادة والنخب الأثيوبية حول الحق التاريخي والوجود لأثيوبيا في الحصول على منفذ في البحر الأحمر أو تسريب صور لخارطة أثيوبيا متضمنة إريتريا. وكان ذلك محل أخذ ورد وأثار الكثير من اللغط في وسائل التواصل الاجتماعي، لتخرج بعد ذلك وزارة الإعلام الإريترية بتصريح مقتضب وخجول وموهم أربك المتابعين أكثر من تلك الاستفزازات، في وقت كان فيه الشارع الإريتري بحاجة إلى تصريحات واضحة ورد يليق بحجم التجاوز والتغول على السيادة الوطنية. لكن توقيع مذكرة التفاهم بين أثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي وردود الأفعال التي صاحبت ذلك أخرج الزفرات الخلاف المكتوم في صدر النظام الإريتري إلى العلن، واتضح ذلك جليا في التحركات الدبلوماسية التي شهدتها أسمر يوما بعد آخر، تمثلت في الزيارات المتكررة للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى أسمرة، والتي تجاوزت الحد المألوف خلال بضعة أشهر. وتخلل الفترة أيضا زيارة الرئيس الإريتري إلى القاهرة والتي أرجئت لسنوات، كما شهدت زيارة الوزير الخارجية المصري سامح الشكري إلى أسمرة في سابقة لم تشهدها إريتريا منذ فترة طويلة، لا سيما بعد الفتور الذي أصاب العلاقات الإريترية المصرية، والتي عمقتها زيارة الرئيس الإريتري إلى سد النهضة الأثيوبي كأول رئيس دولة يقوم بزيارة من هذا النوع. وفي هذا دلالة واحدة، وهي أن هنالك قواصم مشتركة جديدة طرأت على علاقة أسمرة والقاهرة تتمثل في تأزم علاقتهما مع أديس أبابا. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث،
والذي يأتيكم اليوم بعنوان: هل سنرى حلفا جديدا ضد أثيوبيا في منطقة القرن الإفريقي؟ فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو. في يوليو الماضي أعلنت إريتريا تعليق رحلات الخطوط الجوية الأثيوبية من وإلى أسمرة بعد 30 من سبتمبر الجاري. وقال بيان صادر عن هيئة الطيران الإريترية إن القرار اتخذ بسبب الأنشطة التجارية غير الطبيعية للخطوط الجوية الأثيوبية، وخاصة الزيادات غير العادلة وغير المعقولة في الأسعار والسرقة والتخريب والخسارة والتأخير المفرط لرحلات الركاب، وأسباب أخرى مأخوذة في الاعتبار حسب ما جاء في البيان. وبغض النظر عن صحة الأسباب المذكورة من عدمها، فإن أسباب التعليق المذكورة في البيان ليست محصورة أو مقصورة على الخطوط الجوية الأثيوبية، بل أيضا هنالك شركات طيران أخرى تقوم بذات السلوك والانتهاكات بحق المسافرين الإريتريين، ولكنه لم يتخذ بحقها إجراء مماثل، مما يعني أن عبارة وأسباب أخرى مأخوذة في الاعتبار التي ذكرت في البيان تحمل في طياتها مضامين لا علاقة لها بحماية وصيانة حقوق المسافرين الإريتريين، لأن المتضرر الأكبر من تعليق رحلات الخطوط الجوية هو المواطن الإريتري في المقام الأول، الذي سيضطر لتحمل تكاليف وأعباء إضافية تتمثل في خسائر مالية وزمنية، خصوصا وأنها متزامنة مع عودة المغتربين الذين جاءوا من مختلف البقاع لزيارة أسرهم. وأعتقد أن قرار تعليق رحلات الخطوط الجوية الأثيوبية له دلالة رمزية تتعلق بعلاقة البلدين، إذ أن استئناف انطلاق الرحلات المباشرة للخطوط الجوية الأثيوبية بين أديس أبابا وأسمرة تم مباشرة بعد عودة العلاقات بين البلدين في العام 2018 إذانا بعودة علاقة البلدين. وتعليقها اليوم أيضا يحمل الدلالات العكسية لتلك الانطلاقة، حيث أعلنت الخطوط الجوية الأثيوبية مساء الاثنين الثاني من سبتمبر تعليق الرحلات من وإلى أسمرة بشكل مفاجئ دون الانتظار حتى نهاية المهلة التي منحتها الحكومة الإريترية، معللة أن قرار التعليق جاء نتيجة للظروف التشغيلية الصعبة التي واجهتها في إريتريا. لكن تصريحات المدير التنفيذي للخطوط الجوية الأثيوبية التي جاء فيها بأنه لن يجبرهم أحد على عدم استخدام المجال الجوي الإريتري وإن لم تحط طائراتهم في أسمرة، يحمل في طياته تحديا استباقيا صارخا لما قد تؤول إليه تطورات الأوضاع بين البلدين مستقبلا. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان: هل سنرى حلفا جديدا ضد أثيوبيا في منطقة القرن الإفريقي؟ فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إيرنا. وبالعودة إلى تنامي نشاط الدور المصري في منطقة القرن الإفريقي، والذي تشكلت ملامحه منذ الأيام الأولى لتوقيع مذكرة التفاهم بين أثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي، وذلك من خلال بيان وزارة الخارجية المصرية الرافض لتوقيع المذكرة، والذي أكد على ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة الصومال على كامل أراضيه، ومعارضة مصر لأي إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية، وتأكيدها على حق الصومال وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده. وانعكس الموقف المصري بطبيعة الحال كما هو معروف على موقف جامعة الدول العربية التي رفضت اتفاقية مذكرة التفاهم وأدانتها على لسان المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، لأنها كما تقول تنتهك سيادة الصومال وسيادتها على أراضيه، مؤكدا تضامن الجامعة العربية بشكل كامل مع قرارات مجلس الوزراء الصومالي الذي اعتبر مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة في الأول من يناير 2024 بين أثيوبيا وأرض الصومال باطلة وملغاة وغير مقبولة، وأنها تمثل انتهاكا واضحا لسيادة ووحدة أراضي الجمهورية الصومالية وكذلك للقانون الدولي. ولا شك أن لهجة بيان جامعة الدول العربية وحدته متطابقة تماما درجة وقوة مع الموقف الصومالي، ومع ذلك بقي الدور المصري محصورا على التأييد والدعم السياسي دون أي تغير ملموس حتى زيارة الرئيس الصومالي إلى القاهرة في أغسطس الماضي، حيث وقع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
اتفاقية تعاون عسكري بين البلدين، وهي الاتفاقية التي بموجبها أرسلت مصر إلى مقديشو في الأسبوع الماضي طائرتين محملتين بالمعدات العسكرية دعما للحكومة الصومالية. ويرى بعض المحللين والمراقبين للشأن الإفريقي أن التحرك المصري الجديد في الساحة الصومالية خاصة في مجال الأمن والدعم العسكري يأتي في خضم توترات متصاعدة بين الصومال وأثيوبيا، وتثير التساؤلات حول الدوافع والتداعيات المحتملة على منطقة القرن الإفريقي، وحول احتمال تحول الصومال إلى ساحة حرب بالوكالة بين مصر وأثيوبيا. من جهتها اعتبرت الخارجية الأثيوبية تقديم المساعدات العسكرية المصرية للصومال يرقى لمستوى التدخل الخارجي، وأن أثيوبيا تراقب الوضع عن كثب، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي. فيما اعتبر مسؤولون صوماليون وصول المعدات العسكرية المصرية إلى الصومال يأتي في إطار سعي مصر واستعدادها للمشاركة في بعثة السلام المقرر نشرها في الصومال خلفا لبعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام الحالية أتميس، والتي ستنتهي مهامها مع نهاية العام الحالي. وتشهد التحركات المصرية في الصومال تطورات متسارعة تسابق الزمن، حيث شاهدنا في أقل من 3 أسابيع من توقيع الاتفاقية وصول مساعدات عسكرية مصرية إلى الصومال، وإعلام مصر هذا الأسبوع بأن الجيش المصري سيجري مناورات عسكرية مشتركة مع الجيش الصومالي في الصحراء الصومالية وفق ما جاء في صحيفة الجيش المصري. ولم تحدد الصحيفة عدد القوات التي ستشارك في هذه المناورات، إلا أن صحيفة ذا ناشونال المصرية الناطقة باللغة الإنجليزية ذكرت بأن التدريبات العسكرية المصرية الصومالية ستشمل أيضا القوات البحرية والجوية. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان: هل سنرى حلفا جديدا ضد أثيوبيا في منطقة القرن الإفريقي؟ فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. في المقابل فإن أثيوبيا التي كانت شريكا مهما في بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام الحالية ترى أن بعثة حفظ السلام الجديدة المقرر نشرها في الصومال يمكن أن تزيد من الزعزعة وعدم الاستقرار في القرن الإفريقي. كما أن أثيوبيا قابلت اتفاقية التعاون العسكري بين الصومال ومصر بمزيد من التصعيد، حيث عينت مندوبا جديدا لها بدرجة وزير في هرقيسة عاصمة إقليم أرض الصومال الانفصالي، حيث تسلم أوراق اعتماده رئيس إقليم حكومة أرض الصومال موسى بيحي عبده في 30 من أغسطس الماضي، وهي ما اعتبرها المراقبون خطوة أكثر تعمقا في الخلاف الدائر بين البلدين، بالرغم من الوساطة التركية لنزع فتيل التوتر، خصوصا وأن تسليم أوراق ممثل أثيوبيا في هرقيسة جاء بعد يوم واحد من بيان أثيوبيا الذي اتهمت فيه الصومال بالتعاون مع جهات فاعلة غير معلنة في إشارة ضمنية إلى مصر، معتبرة إياها بأنها تسعى لتحقيق أهداف قد تضر بأمن واستقرار القرن الإفريقي. فهل يا ترى تسعى مصر لتصفية حساباتها مع أثيوبيا من خلال ممارسة الضغط مستغلة الاتفاقية العسكرية بالتواجد في الأراضي الصومالية واستعراض قواتها هناك لإجبارها على العودة إلى المفاوضات بشأن سد النهضة، وثنيها عن القرارات أحادية الجانب في قضية تعبئة وتشغيل السد بما يضمن لها حقوقها المائية ومصالحها الاستراتيجية والحيوية كما تقول؟ أم أن أثيوبيا ستلجأ إلى مزيد من التصعيد مع خصومها في المنطقة، مستغلة مشاعر شعبها وطموحهم الجارف للوصول إلى البحر الأحمر ونتائج التنمية المتوقعة من سد النهضة، لا سيما وأن التصعيد الخارجي وتسدير الأزمات يعد إحدى طرق الهروب لأبي أحمد من تحديات ومواجهة المشاكل الداخلية التي تعصف بأثيوبيا؟ وهل من الممكن أن نرى حلفا ثلاثيا جديدا بين مصر وإريتريا والصومال على غرار حلف العام 2018 بين إريتريا وأثيوبيا والصومال؟ وهل بإمكان أثيوبيا مواجهة هذا الحلف في حال قيامه؟ هذا ما ستكشفه لنا الأيام القادمة مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، والأيام دوما حبلى بالمفاجآت. هذه إذاعة إرينا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. الرئيس الإريتري يجري مباحثات مع الرئيس الصومالي على هامش قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي في بكين. وزارة خارجية الحوثي تتهم إريتريا بقتل صياد يمني في المياه الإقليمية.
والرئيس الصيني يتعهد بزيادة الدعم الصيني للقارة الإفريقية بأكثر من 50 مليار دولار. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في إذاعة إيرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. إذاعة إيرنا، صوت مستقل لإريتريا.